ازاي اتاكد ان السعر اللي بشتري بيه هو سعر مناسب ولا لا؟ ده على حسب انت بتشتري برايمري ولا ريسيل. لو بشتري برايمري. لو بتشتري برايمري مهم قوي تبقى عارف كل المطورين اللي موجودين في نفس الفئه واللي بيبيعوا كمان في نفس الاريا اللي انت بتشتري بيها، لكن هنا هيقابلك التشالنج بتاع اختلاف الباكج بقى نفسها او باقي التفاصيل. بمعنى ايه؟ بمعنى ان يكون المطور ده بيقسط على عدد سنين مختلف مثلا، او بيسلم متشطب او غير متشطب. طيب في الوضع الحالي احنا بنحسب السنه الواحده بحوالي 10%. بمعنى ايه؟ بمعنى ان لو في مطور بيبيع مثلا على 8 سنين بسعر اكس، تقبل ان مطور تاني في نفس الفئه يبيع بسعر اكس بلس 10% لو هو بيبيع على 9 سنين. اما لو انت بتشتري مثلا تشطيب كامل، فاحنا بنحسب تقريبا فرق سعر المتر في التشطيب من 10 ل 15000 جنيه للمتر في الوقت الحالي، طالما انه بيتقسط على طول فتره السداد. طب ولو بشتري ريسيل؟ لو بتشتري ريسيل مهم بقى ان انت تذاكر الماركت، تبقى عارف كل الاوفرز اللي موجوده او الوحدات اللي معروضه بالشكل اللي انت بتدور عليه، وتقارن بالسعر اللي معروض عليه. لو السعر المعروض عليك اكتر، انت هنا اللي هتقيم الادد فاليو بالنسبه لك شكلها عامل ازاي في الوحده دي. اما لو السعر المعروض اقل، فمهم انك تاخد اكشن سريع، خاصه لو كان فرق السعر كبير.